أعزائي متابعي قناة تعلم نفسك مع أحمد رفاعي في مصر في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة، وهناخد النهاردة بداية اتصالات حرف الصاد في خط النسخ. تعالوا نشوف أول حاجة مع بعض هنعملها اتصال الصاد مع الألف. تعالوا نشوف هنكتبها إزاي. أدي السطر بتاعنا أهو، أطلع كده أهو مسافة 3 نقط، وبعدين أنزل بعرض القلم بدوران كده أهو، وبعدين أجي أعمل طبق الواصل حرف الصاد، دي السنة بتاعتها. بعدين أطلع بالألف. طب هنشوف مقاساتها عاملة ازاي. لو النهاية دي 1 2 3، الدوران ده كده عرضه نقطة، الجزء ده لغاية ما يلامس السطر فيه نقطة، بين الصاد والألف نقطتين. الألف احنا عارفين مسافته ال5 نقط، طبعا لغاية هنا لغاية الجزء ده. المسألة سهلة جدا وبسيطة جدا جدا. طب احنا شوفنا كده اتصال الصاد مع الألف عامل ازاي. تعالوا نشوف اتصال الصاد مع الب. هنعمل الصاد زي ما اتفقنا، بعدين دي، وبعدين الطبقة، وبعدين كده، وبعدين حرف الب. شوف مقاساتها. الصاد خلاص عرفنا ان دي كده عندي 3 نقط، ودي نقطة، وهنا في نقطة. بين الصاد والألف كان نقطتين، لكن بين الصاد والب نقطة واحدة. وبعدين يا جماعة طبعا شايفين ان الب اهو، الطبق بتاع الب اهو، عنده 1 2 5 نقط، التجويف بتاعه نقطة واحدة. ادي الصاد مع الب. آه على فكرة سهلة جدا جدا، قريبة كتير من الحاجات اللي احنا خدناها قبل كده، هي اختلافات بتبقى بسيطة بس. طب يلا نشوف بعد كده اتصال الصاد مع الحاء أو الجيم وأخواتها. بكتب الصاد الأول، بعدين بنزل كده أهو، بعدين ناخد بالنا من الحتة اللي جاية دي بقى، بنزل كده، دي مسافتها 3 نقط والعمق بتاعها بيبقى نقطتين، وبعدين هجيب الحاجب بتاع الحاء،
مم، بص مع بعض. الصاد هي دي 3 نقط، ودي نقطة. الجزء ده هنا كده برضو ارتفاعه نقطة، أساس إن ده السطر. الجزء اللي نازل بيميل ده، الوصلة دي 3 نقط. تمام. الارتفاع هنا نقطتين، ده نقطة، هنا نفس بقى إيه اللي إحنا عارفينه. مفيش حاجة جديدة غير هو الجزء ده. سهلة جدا جدا، ما فيهاش أي حاجة. آه، طب نشوف اللي بعديها. اتصال الصاد مع الدال. ادي الصاد، ادي الدال. طيب هنا في نقطة زي ما اتفقنا، يقول التلاتة دي نقطة. بين الصاد والدال نقطتين، هنا في نقطة تحت قاعدة الدال. القاعدة نفسها نقطتين، العنق بتاعت الدال نقطتين. اهي سهلة جدا جدا، وسلسة جدا جدا جدا. كل الحاجات اللي بنقولها يا جماعة محتاجين بس إن احنا نتمرن عليها شوية، وهتيجي معانا بمنتهى السلاسة إن شاء الله. طيب تعالوا نخش بقى في حاجة تانية. الأشكال بتاعت اتصال الصاد مع الر. هي ليها كذا شكل. الشكل الأول يا جماعة، بعمل الصاد، بعدين باجي هنا، دي بتبقى انسيابية كده أهو، وبنزل بالر اللي هي الر الرحمنية. طيب دي آخد بالي إن الارتفاع ده نقطتين، وعرض الجزء ده نقطتين. دول ال3 نقط اللي احنا عارفينهم. دي النقطة، وهنا نقطة، يكون ده نقطة، ده. ادي شكل الصاد لما تكون متصلة مع الراء الرحمنية، والمسافة بينهم زي ما احنا شايفين نقطتين، بس جاية بإيه؟ بكيرف مايل انسيابي. اوكي. طب نشوف الشكل التاني لاتصال الصاد مع الر. ادي الصاد كده اهو. ادي اللي خلي ناخد بالنا من حاجة بقى. بص مع بعض الحتة الجاية دي، هاجي هنا كده واروح نازل مسافة نقطتين بميل خفيف بالشكل ده. وبعدين هنا اروح نازل بشكل الري.
ده المنظر اللي احنا يعتبر الشكل التاني. نشوف مساته عاملة ازاي. بين الصاد والري الوصلة دي نقطتين، والارتفاع ده نقطتين، المسافة دي 3 نقط. طبعا التجويف اللي جوه ده يبقى نقطة، عشان بس نبقى واخدين بالنا كويس. وبالنسبة للصاد احنا المفروض حفظنا خلاص، عرفنا الصاد ايه وضعها ومقاساتها ايه. ادي الشكل التاني لاتصال الصاد مع الري. طب نشوف الشكل التالت، اتصال الصاد مع الري هيبقى عامل ازاي. ادي الصاد، وبعدين انزل هنا اخد شكل ايه، تشييدة. التشييدة دي بتبقى من 3 ل5 نقط. بعدين بعمل الري. الاتنين دول على خط واحد. نركز مع بعض يا جماعة، ده سهلة أوي أوي. ادي ال3 نقط قبضة الصاد، ودي النقطة ورا، ودي النقطة اللي من العنق لغاية السطر. وهنا الارتفاع ده نقطتين، ده 3 نقط، والتجويف برضو بتاعه نقطة. وهنا ده يبقى من 3 ل5 نقط. التجويف ده بيبقى نقطة. ده الشكل الثالث لاتصال الصاد مع الري. يبقى اتصال الصاد مع الري ليها ال3 أشكال اللي احنا شايفينهم دلوقتي مع بعض، والتلاتة قريبين من بعض جدا، الفرق بينهم حاجة بسيطة أوي أوي أوي. طيب تعالوا نشوف مع بعض الحرف الجديد اللي هيتصل بالصاد، اتصال الصاد مع السين. يلا نشوف مع بعض. هنكتب حرف الصاد أهو. ادي الصاد، وبعدين خدوا بالكم الحتة دي الشيدة دي أنا خدتها، دي بتبقى 3 نقط، وطلعت الطلعة دي علشان تبقى دي السنة الأولى بتاعت السين، ودي السنة التانية، السنة الأولى اهي، ودي السنة التانية، وبعدين السنة التالتة اهي. طيب ادي 3 نقط، نقطة، نقطة. هنا ده 3 نقط، نسيم كده، نقطة، نقطة ونص،
الارتفاع ده نقطتين. سهلة جدا جدا جدا. كل الفرق ان انا بس ايه، بين السين والصاد عملتها 3 نقط. يعني ممكن تعمل نقطتين وممكن 3، ولكن بيفضل 3. ليه؟ عشان شكل الصاد ليها سنة والسين سنون، ما ينفعش يبقوا قريبين مع بعض، هيخلي الشكل العام مش حلو. لكن كده هتدي لكل حرف الجمال والرونق بتاعه، ياخد حقه في الظهور يعني. طيب هنشوف آه، شكل تاني، هو اتصال الصاد مع الصاد. ادي الصاد الاولى، باخد مسافة بين الصاد والصاد بتبقى نقطة واحدة. بعدين الصاد الأولى وبعدين الصاد التاني. كل الفرق إن هنا بينهم نقطة، النقطة دي اللي هي عند دي اللي عارفينها، نقطتين اللي هو الارتفاع ده. هنا نقطة أهو، دي برضو كده. الموضوع سهل جدا جدا يا جماعة، سلس وبسيط، مش محتاج إلا شوية تمرين. طيب هنشوف بقى إيه آخر حاجة في حلقتنا النهاردة، اتصال الصاد مع الطه. وعلى فكرة المسافة بينهم برضو بتبقى نقطة واحدة. ادي الصاد، المسافة دي نقطة، والثلاث نقط دي نقطتين. سهلة جدا جدا جدا. يعني احنا الموضوع في منتهى البساطة يا جماعة، وسلس قوي وسهل قوي قوي. الألف ده 4 نقط، الجزء الأخير ده بيبقى نقطتين، الديل بتاع الطه. المسافة بين الصاد والطه بتبقى نقطة واحدة. الاتنين على فكرة بيبقوا ماشيين على خط واحد زي ما احنا شايفين كده. فسهلة هي، بس محتاجين شوية تمرين ومشي ايدينا كويس فيها، تتظبط معانا كل حاجة. ودي كانت حلقتنا النهاردة، أشوفكم إن شاء الله على كل خير، ونكمل الحلقة الجاية اتصالات حرف الصاد مع الحروف الأخرى لخط النسخ. أشوفكم على كل خير.